اتكلمنا مرة واثنين وثلاثة على حاجات كتير بتهدم البيوت، سواء كانت الحاجات دي من الراجل أو من الواحدة. هنتكلم النهاردة على الراجل. في عندك حاجات كتير ممكن بسببها بيتك يتخرب، ممكن بسببها بيتك يهدم، وانت سواء واخد بالك او مش واخد بالك الحاجات دي بتدمر حياتك، بتدمر بيتك، بتدمر اسرتك. فانت تاخد بالك قوي من الحاجات دي. معلش هنتكلم النهارده على حاجه واحده، اللي هي العلاقه الحميميه بينك وبين مراتك. لو انت اهملت هذا الموضوع، هذه القطعه من الحياه، اهملتها بتعمد، اهملتها باهمال، اهملتها ايا كان طريقه اهمالك، انت مودي الحياه في طريق منيل بنيله، ومحدش هيشرب الكاس المنيل ده غيرك انت. انت لو مش معتقد، كان زمان كده يقول لك هي رايحه بيتك عشان ربنا يبقى يكرم وفي حياه وفي اسره. هي عند ابوها بتاكل وتشرب على فكره. لو انت فكرها انت جايبها هنا عشان تاكلها وتشربها، اللي هي في بيت ابوها كانت بتاكل وبتشرب ومرتاحه، وامها بتخدمها واختها بتخدمها، لكن هي جايه هنا وبتخدم وبتاكل وبتشرب وبتغسل وبتعمل وبتنيل. فلا حقوق، الحقوق دي كتيره زي ما قلنا مره واثنين وثلاثه: احترام، اهتمام، عاطفه، مشاركه. المراه لها في حياتك دور كبير، ولها في حياتك خدمات. لابد زي ما بتعمل الحلو تلاقي منك الحلو. اوعى تهمل معاها. من اهم الحاجات اللي اوعى تهمل فيها، سواء كان بكيفك او بتعمد منك او باهمال منك. تعبان ده حاجه تانية. انت تعبان بمرض معين، او حتى في الموضوع ده انت تعبان، تتعالج. لان حتى انت لو مش عاوز الموضوع، هي محتاجاه، هي من اساسيات حياتها. ما ينفعش بقى كل واحد فينا لما يجي يتكلم في الموضوع ننفس دماغنا في الرمل ونتدارى. لا لا لا، ده موضوع مهم، وموضوع لابد نتكلم فيه، عشان ده بيبنى بيه البيوت وبيه بتهدم. لو لقينا 3/4 الدنيا التعبانه والجرايم والمصايب والخلافات والخيانات بتبدأ من القرف ده، بتبدأ من الراجل مهمل في الموضوع. والله أنا باجي لها وبحاول معاها، لكن هي اللي رافضة، وهي من معاملتك، من طريقتك. أنا ما زلت محمل الراجل في هذا الموضوع 90% من الأخطاء فيه، لأن أنت اللي إما كرهتها بطريقتك، كرهتها في الموضوع، يا إما بأدائك كرهتها في الموضوع. لابد أنت اللي تدور على الحل فين، أنت اللي تدور على الحياة فين، أنت اللي تدور على إن تخلي زوجتك تبدع في هذا الموضوع إزاي منك أنت. هي جاية لك وأنت مغمضة، هي لو جاية لك فاهمة أنت تخاف منها. ده إزاي يعني؟ هي مش موضوع أكل وشرب، هي متعلمة في بيت أبوها، لكن هي جايه لك خامه دي انت اللي بتشكلها. فالدور عليك لابد تحطها في قالب يرضيك ويرضيها، تعفك وتعفها، تبتغي بيها وجه الله وتبتغي هي بيك وجه الله. تبقى هي وقايه لك وانت وقايه ليها، انت حمايه ليها وهي حمايه ليك. كل ده مش هيتوفر الا لو انت اللي عرفت آداب الموضوع، مميزات الموضوع. ما تجيلهاش وانت، انا اسف الكلمه، معفن. ما تجيلهاش بعرقك، زي ما هي مطلوب منها انها تكون موجوده معاك في اجمل صوره ليها. انت كمان لابد تبقى جاي لها وانت متهيأ، واخد شاورك، حاطط برفانك. يعني انت كمان تكون، ما هي بني ادم، تشم وتحس لا، ما تجيبهاش بعبلك كده وتقول لا ده هي اللي كل ما قرب منها تبعد. ما هو انا لو اخوك ولا ابن عمك ولا خالك انا هبعد عنك. ما هو انا مش هطيقك بالريحه دي بالمنظر ده، هي كمان مش هتطيقك فانت حببها فيك، خليها تقرب منك، خليها هي اللي تبقى مشتاقه ان تجيلك. كل ده هيبقى من طريقتك، من اهتمامك بروحك، هيخليها هي كمان تهتم بيك. واعرفوا ان الموضوع ده اهماله بيخرب البيوت، بيدمر البيوت، بيفتح الباب للشيطان، بيفتح الباب مش عايز. طبعا ده مش مبرر ان الواحده تعمل غلط، مش مبرر ان الواحده لا 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 طبعا، لا طبعا، لكن
الراجل واجب عليه ما يفتحش الطاقة دي، ما يفتحش الشراعة دي. معلش كنت طولت عليكم، ولكن الموضوع كان أهمية بمكان. أتمنى طبعا إن بيوتنا كلها تبقى في أفضل حال، وبنحاول نشوف المشاكل اللي بسببها ممكن بنقابلها في قعدات عرفية، بنقابلها في محاكم، بنلاقي هي دي أغلب المشاكل اللي سواء الواحدة اتكلمت أو بحياء منها مش راضية تتكلم، لكن اللي بيدور بحكمة بيلاقي إن بداية الغلط وبداية الخراب كانت جاية من ده. مش عيب فيها، لأن هو ربنا خلاها على كده، ده فطرة ربنا فطرها عليها. فأنت بإهمالك اوعى تضيع الموضوع ده بغلط منك، بتعمد منك، مريض اتعالج. جالك حالة مرضية تانية هي واجب عليها انها تطول بالها وتصبر كبنت اصول، مش كده تطلب الطلاق بكل رضا وبكل حلال وتروح تشوف حلالها في حاجة تانية. لكن الغلط ممنوع من الواحدة، الغلط ممنوع من الراجل. بنحاول نقفل كل باب يودي للغلط. السلام عليكم.